السلام عليكم. بما انه البطاطا الحلوة موجودة هلأ بالسوق، فتعالوا نعمل مع بعض احلى صينية بطاطا رح تدوقوها بحياتكم. طعمها بجنن، خرافي، غير اي وصفة تانية بنعملها. رح تحبوها كتير ورح يحبوها حتى الأولاد الصغار. يلا نشوف مع بعض المقادير وطريقة التحضير. بالبداية رح نحتاج 1.5 كيلو من البطاطا الحلوة، بنغسلها كتير منيح نروح منها التراب ونقشرها، وبعدين بدنا نقطعها حلقات سميكة بهذا الشكل، هي لا سميكة كتير ولا رفيعة كتير، هذا الحجم كتير مناسب. ونكمل تقطيع باقي الكمية كلياتها بنفس الشكل. هاي الكمية اللي قطعناها كلياتها. هلأ بدنا نجيب طنجرة وننزل فيها البطاطا بالطنجرة، وراح نضيف عليهم 3 معالق كبار من السكر او حسب الرغبة. اذا بدكم اياها احلى من هيك ضيفوا كمان معلقة، وكوب واحد من الحليب يكون بدرجة حرارة الغرفة عادي. هلا بدنا نرفعهم على نار متوسطة، ما بدنا اياها نار عالية كتير مشان ما تنحرق ويتبخر الحليب بسرعة. ونغطي الطنجرة حوالي 3 ساعة هيك حتى تستوي معنا البطاطا تماما بهذا الشكل. وبهي المرحلة رح نضيف 2 معلقة كبار من الزبدة، وكمان معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو ظرف من الفانيليا البودرة، وبنرجع نغطيها حوالي 10 دقايق بس لحد ما الزبدة تدوب، وبنطفي النار عليها وبنحرك الزبدة هيك مع البطاطا وبنهرسها بالشوكة بهذا الشكل حتى يصير قوامها ناعم هيك مثل ما انتو شايفين بهي الطريقة. هيك صارت عندي البطاطا جاهزة. بنجيب صينية مقاس 24 أو 26 مثل ما انتو بتحبوا، ونحط فيها مقدار البطاطا كلياته وبنفرده بهذا الشكل حتى يعطينا طبقة كلياتها متساوية الشكل. بنظبط الشكل من فوق هيك صارت عنا جاهزة، بنحطها على جنب. هلأ هنحتاج بطنجرة 3 كوب من الحليب يكون بدرجة حرارة الغرفة حتى نعمل طبقة البشاميل، وكمان 3 معالق كبار من السكر أو حسب الرغبة، كمان فيكم تزودوا حسب ما بتحبوا، ومعلقتين كبار من الكريمة الشانتيه بيعطيها طعم روعة، و3 معالق كبار من جوز الهند بيخلي طعمها بمنتهى الجمال، وكمان 3 معالق كبيرة من النشا. يعني كل كاسة حليب أخدت معلقة واحدة من النشا، وبنحركهم بالمضرب اليدوي على البارد بهذا الشكل حتى المكونات تختلط نوعا ما، وبعدين بدنا نرفعها على نار متوسطة. مع التحريك المستمر ما بدنا نشيل ايدنا نهائيا حتى النشا ما يلتدع من تحت. اول ما يبلش القوام يتقل بهذا الشكل ويطلع الفقاعات هيك النشا يعني استوى. هنضيف 2 معلقة كبار من الزبدة ونطفي النار، ونخلي الزبدة تدوب على حرارة الخليط، وكمان معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو ظرف من الفانيليا البودرة، ونحركهم هيك بس تدوب الزبدة. خلاص هيك بيكون عنا البشاميل جاهز. بنضيفه فوق البطاطا اللي حطيناها بالصينية ونفردها بالمعلقة بهي الطريقة، ونسوي الشكل من فوق حتى يطلع عنا الطبقة حلوة. هلأ بندخلها على الفرن على الشواية بس لمدة 10 دقايق تقريبا بس مو أكتر، بتطلع عنا الصينية بهذا الجمال. شكلها كتير حلو. بنتركها طبعا حتى تبرد شوي حتى تتماسك القطعة ويكون منظرها بهذا الشكل. بتمنى انكم تجربوها ورح يحبوها الاولاد الصغار. اذا اول مرة بتشوفوا قناتي لا تنسوا اشتراك بالقناة، لايك للفيديو، جربوا هالوصفة وقولي رأيكم بالتعليقات، وان شاء الله بشوفكم بوصفات تانية. السلام عليكم.